قصة الديك المغرور. كم من ديك أحمق يظن أن الشمس تشرق بصياحه، هكذا هم المغرورين يظنون أن الحياة تتوقف عندهم. هذا ما نتعلمه من هذه القصة الممتعة، أرجو أن تنال إعجابك. استيقظ الفلاح باكرا، فأمسك ديكه الأحمر وربط ساقيه جيدا، ثم ألقاه في السلة ومضى إلى المدينة. وقف الفلاح في سوق المدينة والديك أمامه في السلة ينتظر من يشتريه، وكل ما مر به رجل فحص الديك بناظريه وجسه بيديه، ثم يساوم في الثمن فلا يتفق مع الفلاح وينصرف مبتعدا. قال الديك في نفسه: إذن ستبيعني أيها الفلاح؟ وتململ في السلة يحاول الخروج فلم يقدر. قال غاضبا: كيف يمدحون المدينة ولم أجد فيها اللو الأسرى وتذكر القرية والحرية. فقال: لن يصبر أهل قريتي على فراقي، فأنا أوقظهم كل صباح. وأقبل رجل من قرية الفلاح فسلم عليه وقال: ماذا تعمل هنا؟ أريد أن أبيع هذا الديك. أنا اشتريه. اشترى الرجل ديك الفلاح وعاد به إلى القرية. قال الديك مسرورا: كنت أعرف أن القرية تسترجعني لأطلع لها الفجر. وحينما دخل الرجل القرية دهش الديك عجبا، لقد استيقظ الناس وطلع الفجر. سأل الديك دجاجة في الطريق: كيف طلع الفجر في هذا اليوم؟ كما يطلع كل يوم، ولكنني كنت غائبا عن القرية. في القرية مئات الديوك غيرك. قال الديك خجلا: كنت أعتقد أنه لا يوجد غيري. قالت الدجاجة: هكذا يعتقد كل مغرور.